تعال اقول لك كده بسرعة. ايه قصة الملك اللي اتسرق من بلده واتباع في متحف صغير مع آثار مزورة؟ هو الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة 19، واللي بالمناسبة جد الملك رمسيس الثاني اللي بتشوف تمثاله دلوقتي، التمثال العظيم اللي موجود في المتحف المصري الكبير واللي اتسمى على اسمه ميدان رمسيس الموجود في القاهرة. وعلى فكرة يعني للي ما يعرفش أو الصغيرين، تمثال رمسيس الثاني الموجود في المتحف كان أساسا موجود في الميدان، ميدان رمسيس ده، وكان يعني أنا حتى متصور جنبه وأنا صغير، لكن هو دلوقتي مرمم ومتحافظ عليه في المتحف الكبير. الملك رمسيس الأول اتدفن عادي جدا في مقابر الملوك زي كل الفراعنة الكبار، لكن بعد قرن من الزمن حصلت الكارثة الكبيرة، وهي ان الموميا ببساطة وللأسف الشديد اتسرقت من مصر واتباعت لتاجر آثار أوروبي في القرن ال19. التاجر ده باعها لمتحف صغير جدا في كندا. المتحف كان بيعرض آثار مزورة، وكان يعني بالمرة بيعرض كمان هذه المومياء اللي بالمناسبة كانت غير يعني معروفة، يعني كانت مجهولة الهوية، ما حدش يعرف حاجة خالص عن ولا حتى حد يعرف الاسم بتاع المومياء، ناهيك على انها مومياء لملك عظيم، لكن ما حدش يعرف عنها حاجة خالص. فضل الموضوع ده مستمر لأكتر من 100 سنة. فضلت الموميا موجودة في المتحف في أمريكا ومحدش عارف عنها أي حاجة، لغاية لما في سنة 2003 في راجل خبير مصري زار المتحف بالصدفة وشك إن المومياء دي مش عادية. ملامح الوش، طريقة التحنيط، حتى وضع اليد، كل ده يعني بيبين إن في شيء غريب موجود في المومياء دي مش لشخص عادي. وفي الآخر قال إنه ده ملك مصري، يعني بعد ما تفتق ذهنه إلى إنه ده مش شخص عادي، ده ملك مصري، قال إن ده ملك مصري بالفعل. وبدأت بقى بعديها التحليلات والدراسات، وفجأة المتحف اللي موجود في أمريكا ده يعني اكتشف أكتر حاجة مغفلة عنه، إنه كان عنده مومياء لملك مصري عظيم وهو كان بيعملها على إنها مجهولة الهوية، وتأكدوا فعلا إن دي مومياء الملك رمسيس الأول. وبعد مفاوضات كبيرة زي ما يعني بتجرى العادة في هذه المواقف بين مصر وما بين أمريكا، رجعت المومياء مومياء الملك العظيم رمسيس الأول أخيرا لأرض الوطن بعد أكتر من قرن من الغربة، أكتر من 100 سنة. وفي احتفال رسمي دخل طبعا رمسيس الأول المتحف المصري وسط الملوك في مكانه الطبيعي. أعتقد أن المومياء موجودة حاليا في المتحف المصري الكبير اللي هو الجراند ايجيبشن ميوزيوم أو الجام اختصارا يعني. ونتمنى طبعا عودة كل القطع الأثرية الموجودة خارج مصر، والمومياوات المصرية طبعا الموجودة خارج الوطن. عندنا حاجات كتيرة موجودة في لندن، موجودة في نيويورك، في برلين، في مدن تانية في هولندا. يعني القطع الأثرية بتاعتنا والمومياوات موجودة في كل حتة في العالم. نتمنى انها ترجع مرة تانية لأرض الوطن. عندنا متحف عظيم كبير بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية، يعني أعتقد ان هنلاقي مكان نعرض الحاجات دي في المتحف المصري الكبير.